واش عارفين باللي السر ديال الناس اللي دائما كتلقاهم جايبين 19 على 20 ماشي لانهم ذكى منك اولا لانهم كيقراو اكثر منك، بل الطريقه ديالهم في الدراسه هي اللي كتخولهم يجيبوا هذيك النقطه وكيخولهم انهم يتفوقوا. وان شاء الله غادي نعطيكم 10 ديال الطرق الدراسيه اللي حرفيا غادي تغير مستواكم الدراسي. وهاد الطرق هذه ماشي انا اللي غادي نعطيها لكم من عندي، وانما مجربه علميا. اغلب الطلبه المشاهدين اللي حول العالم كامل كيستعملوا هاد الطرق هذه. ف let's start our video. Smash like, subscribe. Let's go. Hello girls, hello boys, hello everyone, and welcome back to my beautiful channel. So guys, we will start for the first technique. غنبداو باول طريقه دراسه عندنا في هذا الفيديو واللي سميتها active recall. هاد الطريقه هذه غادي نشرحها لكم بسيطه. فمثلا كان عندكم دابا فرض ديال الاجتماعيات او عندكم فرض ديال اس في تي، واخا ماده علميه ولكن كتحتاج بزاف ديال الحفاظه. so you need this technique. علاش؟ لان هاد الطريقه هذه كتعتمد على انك كتقرا هذاك الدرس او هذاك الحاجه اللي باغاها ترسخ لك في عقلك مزيان، كتقراها مره واحده كتسد الدفتر ابخي كتحاول انك تسترجعها، لذلك تسمات بالاكتيف ريكول اي بمعنى الاسترجاع النشط. هاد التقنيه هذه فريمون ديجا كتجربت الحاله هذه كتعاون، وانت ميبي واحد النهار تكون جربتيها بلا ما تحس. اند هاد الطريقه هذه كتعلمك انك ماشي تحفظ هذاك الشيء كامل اللي عندك في الكتاب وتولي واحد الانسان اللي غير كيحفظ خصوصا الا كنتي علمي، فهادشي ما غاديش ينفعك لان المواد العلميه كتحتاج الفهمه، وحتى الاس بي تي واخا فيها مواد الحفظ فكتخليك تخرج فقط المعلومه المهمه and that's it. ثاني طريقه عندنا اولا ثاني تقنيه عندنا هي spaced repetition. هاد الطريقه هذه شنو كتعتمد على انك ماشي كلشي غادي تحفظه في نهار واحد، وانما غادي تفرقوا على الايام. فمثلا عندك واحد الفرض يوم الاثنين ودابا يوم الاثنين اولا دابا يوم الخميس، فماشي غادي تشد هذاك الفرض اللي عندك وغادي تخدمه كامل ومن ثم ما غاديش تعاود تحله، لا غادي تشد وغادي تقسموه على عباره عن دي بارتي، وهذوك لي بارتي كل نهار غادي تخدم فيهم واحده، وهذاك البارتي اللي غادي تخدمه غادي تكون متاكد بانك غادي تضبطو مزيان. عاونك على انك كل مره كتخدم شويه وهذاك الشيء اللي كتخدمو كتضبطو، اي انه كيترسخ لك في العقل ديالك. فمثلا كان عندك واحد الدرس في الفيزيك وهذاك الدرس ديال الفيزيك قسمتي على دي بارتي وكل نهار خدمتي فيها بارتي وخدمتيها في هذاك البارتي دي زيكزارسيس، فكون متاكد انه نهار الفرد غادي انت اللي غادي تحط ورقه الاول وانت اللي غادي تخدم الاول، لانه غادي تكون كل بارتي من هذاك الدرس راك ضابط وصافي شاربو نتاما. اما دابا غادي ندوزو للتقنيه الثالثه وهي تقنيه سو بوبولار صراحه مشهوره بزاف، هي تقنيه البومودورو. هاد التقنيه هذه اللي غنشرحها لكم دغيا ونفسرها لكم بسهوله. هو انك كتخدم مثلا 25 دقيقه وكتاخذ ما بين كل 25 دقيقه 5 دقائق ديال الراحه، اولا كتخدم 30 دقيقه وما بين كل 30 دقيقه كتاخذ ساعه ديال الراحه. كتعتمد هذه التقنيه على انك تحط التركيز ديالك كامل في ديك المده المعينه في التايمر. مجرد ما كيسالي التايمر ديالك اوكي كتنوض تمشي ترتاح، وثاني مجرد ما كيسالي التايمر ديال الراحه الوغ كترجع تقرا. ولكن هاد الميثود هذه بالضبط ذو حدين. انا غادي نقول لكم علاش، لان هي ميبي تعاونك انك تركز اكثر ميبي، ولكن في نفس الوقت تقدر تكون انت مركز ديجا وتجي وقت الراحه وتنوض. فهاد التقنيه انا الصراحه واخا مشهوره بزاف وبزاف كيستعملوها وبزاف اللي كشكرها، فانا اي ثينك انه ماشي مزيانه بزاف. فشوف نتايا الوقت ديالك اللي غادي تحطو محدد. فمثلا كنتي كتشوف راسك انك تقدر تركز لمده 30 ولا حتى 40 دقيقه وتاخذ مثلا 15 دقيقه ديال الراحه، تيك يور تايم. فماشي بالضبط انك تطبقها هي 25 دقيقه لانه ماشي كتاب منزل طبعا. اما دابا فغادي ندوزو للتقنيه الرابعه عندنا من هاد لا فيديو هذه، هي تقنيه فاين مان. هاد التقنيه هذه فريمون غادي تعاونك بزاف في الدروس، و اي ثينك انه ما يمكنش انكم تكونوا ما جربتوهاش بينكم براسكم لا في الصغر ولا في الكبر. هاد التقنيه هذه كتسالي انك تشد واحد الدرس وكتفهمو مزيان وكتمشي وتخدم فيه التمارين وكل شيء، ابخي ملي كتفهم هذاك الدرس كتنوض بينك وبين راسك وكتبدا تشرحه. الوغ كتشرحه بحال كتشرح لشي دري صغير، كتشرحه بتفصيل مفصل تفصيل دقيق. فانا قدرتي انك تشرحه بسهوله وحسيتي بانك انت فاهم وما درتي حتى شي خطا، فهاديك الساعه غادي تتاكد وغادي تيقن انك انت راه فاهم الدرس. ملي لقيتي عندك صعوبه الوغ باقي ما فهمتيش مزيان خصك تعاود. او بليز هاد التقنيه هذه كتعاونك انك تعرف فين عندك نقاط الضعف وتجي تخدم عليهم، ما تتخليكش انك تعاود الدرس كامل في الفهمه
وهنا كنوصلوا لخامس تقنيه واللي هي مايند مابس. اجيكم بحال جوجل مابس. اوكي غنشرحها لكم. هاد التقنيه هي تقنيه زوينه بزاف، واي ثينك انه شي نهار غادي تكونوا جربتوها. غالبا سوق في الاجتماعيات تكونوا جربتوها، مي حاليا خصكم تولوا تجربوها في اس بي تي فيزيكو في اول دا. هاد التقنيه هذه كالتالي: كتشد واحد الدرس في اي ماده عندك، كتكتب فيه العنوان الرئيسي ديال هذاك الدرس، كتكتب فيه الافكار الاساسيه، شنو علاش كيهدوي هذاك الدرس، وكل عنوان رئيسي في هذاك الدرس كتكتبه، كتكتب الفروع ديالو، واهم حاجه تكون داك الشيء منظم. لا كان بامكانك انك تزيد دير فوتو، راه هادشي يزيد غير يثبت لك الدرس في عقلك، لان العقل ديالنا كيعقل على الصور وعلى داك الشيء اللي تكون مرسوم، وهذاك الشيء اكثر ما كيعقل على مثلا انك تصافي تشي وتقرا الدرس ولا تحفظه كامل. فهاد الطريقه هذه كتعاون انه الدرس يترسخ لك في العقل ديالك بشكل انه ما يتحيدش ابدا. اي ثينك انه كنا جربناها وكنا كنسموها الملخصات، فهم بالونجلي مسمينها مايند مابس. اي ثينك سو. اما الطريقه السادسه اللي وصلنا لها هي الدراسه بدون مشتتات. اوكي جايز، انا ماشي كندير دابا بحال ماماك مثلا نقول لك حط التليفون وسير تقرا ولا شي حاجه بحال هكا. نو انا بنت مراهقه عادي، ساعات كنشد التليفون، انا كل ما كنت عندي تليفون كنت دابا اصلا كنصور لكم الفيديو. هو الغرض من هاد الطريقه ولا هذه بالضبط، الغرض من الطريقه السادسه هو انه ملي تحط الكتاب ديالك فريمون بعد عليك التليفون. انا غادي نسول لكم سؤال، ولا كنتو كتقدروا انكم تغلبوا على نفسكم فيها او كخليو التليفون حداكم. واش ملي كتمشيو غير مثلا تيليشارجيو شي درس في اليوتيوب، تكون كتقرا كتنوض تيليشارجيه وشويه كتدخل الشورت، واش كتقدر تخرج منه اولا كتمشي غير تيليشارجي وترجع؟ النسبه ديال 93% كيبداو يتفرجوا تتفكروا راهم خصهم ينوضوا يحفظوا. وهذا هو الغلط، انه ميبي تكون كتحفظوا من غير ما توصلك اشعار ديال واتساب ولا لاين ولا انستغرام اي دونت نو، وتنوض تجري ليه وتترك القرايه، وتما كيتهرس لك هذاك الفهم. فاي مشتت كيساوي انه نقص الفهم، واي مشتت كيساوي واحد النقطه في الفرد ديالك. ماشي غير التليفون بوحدو اللي خصك تحيدو، اي مشتت. اول حاجه تختار واحد المكان اللي يكون هادئ، ما فيهش صداع، ما فيهش الغوات ديال العائله، مكان اللي غتقرا فيه وانت مرتاح. ثاني حاجه غادي تحيد المشتت ديال الكسل، وانني او ماي جاد اي كان دو ات، هذاك الشيء اللي الافكار السلبيه راه هي كتعتبر مشتتات. فانت كتحل واحد الدرس تقول او ماي جاد اتس سو ديفيكولت اي كان دو ات، اوكي عقلك يتسد الدفتر حتى هو كتمشي تنعس. وهذه نو ما خصهاش تكون، لانه انت ماشي مكلخ كما واحد التلميذ اخر في بلاصه اخرى ولا في قسمك ولا اي دونت نو فهمها. يو كان دو ات اولسو، اتس ريلي سامبل تو دو ات. يعني غادي تلقى مشكل. شوف القرايه ماشي سهله، مي اتس نوت امبوسيبل، ماشي حاجه اللي مستحيله. الوغ مادام هي ماشي سهله وماشي مستحيل، الوغ الحاجه الوحيده اللي غادي تخليها تكون واحد الحاجه اللي ممتعه وتخدم وتلقى الجهود ديالك وتلقى انك جبتي النقطه اللي تستاهلها وتستاهل الخدمه اللي درتي على ودها، هو انك تمشي تبقى تخدم، لانك تحتاج الجهد والاستمراريه. هذه هي الدراسه، ما عندنا ما نديرو. اوكي، فاي مشتت ايفيتيه. كنجيو دابا للطريقه السابعه. لا لاحظتوا واحد الحاجه ما كتلاحظوش، انه اغلب الطلبه اللي مجتهدين جدا حول العالم كتلقاهم كيخدموا بزاف ديال التمارين. لا تفرجتي في الكيدراما وشفتي انهم كيمثلوا شي تلميذه اللي مجتهده كتلقاهم كيخدموا بزاف ديال التمارين. تفرجتي في فيلم مغربي والتلاميذ داك التلميذ كان مجتهد راه كيخدم بزاف ديال التمارين، لان الانسان فين كيبان راهو فاهم في التطبيق. انت لا مشيتي بغيتي تخدم شي تمارين ديال شي درس وما قديتيش على عرف راسك ماشي فاهم الدرس، خصوصا في المواد العلميه وخصوصا في الرياضيات، لان الرياضيات واحد الماده اللي هي مبنيه على التطبيق. هي والفيزيك، ولكن المات راه عالم اخر، لانه تتمشي تفهم الدرس وتتحس براسك انك فاهم، ولكن لما خدمتيش فيه التمارين راه ما غاديش تجيب حتى النقطه، حتى المعدل ديال 10 ما غاديش تجيب. فالتمارين هو الاساس. طبعا بعد كل درس دير تمارين وركز على الاخطاء ديالك باش ما تعاودهمش نهار الفرد. فكل تمرين يقدر يتحط لك بحاله نهار الفرد، وكل تمرين تيقربك فرصه انك تجيب واحد النقطه اللي بيرفكت نهار الفرد. اما تساهم الحاجه هي المراجعه قبل النوم. شو هادي انا ما نقولهاش لكم من عندي، ما نجيبهاش لكم، ماشي انا اللي غنجيبها لكم، ما هذه بصح مثبته علميا. هو انه لا راجعتي قبل الناس حرفيا في الصباح كتنوض وانت عاقل على هذاك الشيء بزاف. انا شحال هذه ماكش عارفه ان اصلا هادشي واش كيديروا شي طلبه مشاهدين ولا لا، ولكن دائما صراحه كانت عندي هذه قاعده انه
الا كنت مثلا غادي نحفظ شي قران اولا عندي شي فرض، ففي الليل قبل من الناس كنراجعو بسرعه، وحرفيا كنوض في الصباح كنبقى نعاودو بيني وبين راسي كنلقى راسي بانني حافظه بزاف. فشوفوا قبل من الناس ما غادي تخسروا والو، شدوا هذاك الدرس عاودوه كامل، كان عندكم شي درس ديال الحفظ اولا ادبي عاودوه كامل، غير بالعينيكم دغيا، وحاولوا انكم تنعسوا هذيك الساعه وتنعسوا بكري، حيدوا التليفون، حيدوا التليفونات، ما تسهروش، نعسوا النوم عميق، وملي تفيقوا غادي تلاحظوا واش بصح هذاك الشيء ترسخ لكم في عقلكم او لا، وغالبا غادي ترسخ. ودابا غادي نوصلوا للتاسع حاجه، وغادي نوصلوا للمثل ديال بالصباح بكري بالذهب مشري. تيريني زعما الصراحه اوكي، بما اننا كلنا عارفين انه الليل بغيتي تحفظ شي حاجه تنوض انك حافظها قراها في الليل، ولكن الا بغيتي تخدم وتطبق وتلقى واحد الانتاجيه خرافيه خصكم تفيقوا في الصباح بكري وتبداو تخدموا، لان التركيز تيكون عالي، من بنادم ما كاينش بزاف في الزنقه اللي يدرونجيكم، العائله ناعسه ماشي ناضج، مثلا شي بنت خديجه نوضي جيبي لي الماء، ولدي نوض تجيب لي البوطه، هادشي ما غاديش يكون في الصباح، عارفين انت يكون كل شيء هذا وانت تكون عندك الانتاجيه عاليه. فاحسن وقت تخدموا فيه التطبيق، واحسن وقت تخدموا فيه التمارين، واحسن وقت تخدموا فيه الامتحانات، واحسن وقت انكم تقراو فيه هو الصباح. فالصباح يساوي الانتاجيه الكثيره، ويساوي التركيز، ويساوي انكم غادي تشوفوا مزيان ان شاء الله في هذاك الفرد. ودابا ان شاء الله غادي نوصل لاخر تقنيه عندنا، هي SQ3R. هاد التقنيه هادي تقدر تبان لكم معقده شويه من الاسم ديالها، ولكن انا غادي نشرحها لكم، تجيكم سهله وغادي تنفعكم بزاف لانها تقنيه مشهوره بزاف وكيستعملوها اغلب الطلبه المجتهدين حول العالم. هاد التقنيه هذه كتنقسم من 5 ديال الخطوات اساسيه. اول حاجه هي السيرفي، هو انك تتشد هذاك الدرس اللي انت عندك وكتقراه فقط، تضرب عليه واحد الطليله بسرعه، ما غادي تحاول تفهمه، ما غادي تحاول انك تركز فيه، غادي تقراه وصافي. ومن بعد غادي دير الخطوه الثانيه واللي هي الكواشن، طرح على راسك السؤال ديال شنو خاصني نعرف في هذا الدرس هذا وشنو خاصني نفهم. كتجي الخطوه الثالثه، وهاد الخطوه هذه اللي هي ريد، اي انك كتقرا هذاك الدرس، وهاد المره كتقراه بالتمعن، كتقراه مزيان بواحد التركيز، وكتحاول انك تجاوب على الاسئله اللي ديجا انت طرحتيها في الكواشن اللي هي الخطوه الثانيه. هنا كتوصل للخطوه الرابعه اللي هي ريسايت، اي انك بعد ما قريتي هذاك الدرس بالتمعن وجاوبتي على الكواشن ديالك، تسد الكتاب وكتحاول انك تسترجع المعلومات ديال الاسئله اللي جاوبتي عليهم، وكتحاول انك تسترجع المعلومات والاساسيات ديال الدرس بلا ما تعاود تقرا تحل الكتاب مره اخرى. وبعدها كدير المرحله الخامسه اللي هي ريفيو، وكتراجع كل شيء باش يتثبت لك مزيان في العقل ديالك. و ايزي كتلقى المعلومه سبحان الله سامبلومون تثبت لك بصح في العقل ديالك. هاد التقنيه هذه بالضبط كتعاونك انك تفهم الدرس بسرعه بلا ما تضيع فيها بزاف ديال الوقت، وبلا ما تضيع الوقت في الاشياء الفارغه في الدرس، فقط كتضيع الوقت في داك الشيء الاساسي، ودغيا كتلقى راسك انك فهمتي الدرس بعمق وما تنساش المعلومه مره اخرى. وقبل ما نختم الفيديو ديالنا بغيت نقول لكم واحد الكلمه، نهبط الكاميرا شويه. اوكي، بغيت نقول لكم واحد الكلمه، واحد الميثود كاملين وهاد التقنيات كاملين بصح غادي يعاونوكم انكم تجيبوا النقطه اللي نتوما كتحلموا بها وتوليو تنتموا من المتفوقين. ولكن هاد الطلاب كاملين اللي متفوقين حول العالم اللي كيجيبوا 19 كيجيبوا A++ ولا اي دون نو، كلهم عندهم الاستمراريه، لان حتى تقنيه في هادو ما غادي تخدم ليك الا ما كانش عندك الاستمراريه وكنتي كل مره كتعاودها. الا ما كانش عندك الاستمراريه بمعنى انك كل نهار كتنوض تخدم، عندك روتين انك تنوض تقرا، روتين انك تحيد الليزي وتنوض تخدم، عرفوا بان حتى شي حاجه وحتى شي ميثود وحتى شي تقنيه ما غادي تعاونكم حتى للدقيقه 90. يعني داك اللي يقول لك اوكي صافي ما غدا نوض، يعني هذاك الكلام ديال غدا نوض غدا نبدا ما غاديش ينفعكم. نوضوا دابا تقراو، نوضوا دابا راه عندكم الفروض، وانا متاكده من هذا الشيء. I am not your mom زعما، ولكن مهم. الوغ الخلاصه ديال هاد الهضره اللي قلت لكم في الاخر هي الاستمراريه. الشغف اللي عندكم دابا ولا اللي ما عندكمش واخا كتتفرجوا في الفيديو يقدر عيط تطفى، عطيوه واحد السيمانه شهر غيتطفى، واللي غيبقى هو الاستمراريه، لان هذاك الروح ديال انك تخدم رغم انك تشوف مثلا باغفوا ما غاديش تكون نتيجه، بعض المرات غادي تلقى صعوبات، بعض المرات ما غاديش تفهم، بعض المرات غادي تسد
تكحل الدنيا في عينيك وكلشي غيجيك صعيب، ولكن اول حاجه هو التوكل على الله ثم الاستمراريه اللي عندك هما اللي غادي يوصلوك في الاخر، وغادي توصل ان شاء الله، وغادي توصل كل واحد فيكم غادي يوصل للحلم ديالو، وغادي يقول وغيشوف موراه وغيقول او ماي جاش، او ماي جاش على نيت، او ماي جاش الحمد لله انني صبرت، ربي سبحانه وتعالى جازاني لهذا الشيء. قبل ما نساليو الفيديو، هو السؤال الحقيقي اللي غيبقى عندي وبغيتكم كاملين تجاوبوا عليه في التعليقات، هو واش نتوما غادي تجربوا هاد الطرق اولا غادي تفرجوا في هذا الفيديو صافي هباء منثورا ما غادي تجربوه. الفرق اللي بينكم وبين هذاك الانسان او اللي تيجيب 19 اولا ظنوا شحال كيجيب هو هاد التفاصيل الصغيره اللي حتى شي واحد ما داري بها. فنوضوا تقراو، ولكن قبل ديروا لايك سبسكرايب واشتراك نو عاد نوضوا تقراو. المهم اي واحد فيكم ان شاء الله عنده طرق دراسيه عاوناتو يخليها لنا كامل في التعليقات، لانه حنايا هنايا باغيين كنا نوصلوا ان شاء الله. I love you guys very much, take care, bye bye.